يعني ايه كالوري او سعر حراري؟ الكالوري هو وحدة قياس الطاقة، واي اكل بتاكله بيدخل جسمك في صورة طاقة، وكل انسان فينا بيحرق يوميا سعرات ثابتة. لو زودت عنها في الاكل وزنك يزيد، ولو قللت عنها وزنك يقل. طب ازاي تحسبها في خطوتين بس؟ اول حاجه هتدخل على موقع كالوري كالكوليتور، هتسجل بياناتك. اول حاجه سنك، بعدين تختار نوعك ميل ولا فيميل، بعدين طولك، بعدين تسجل وزنك وتختار مستوى نشاطك، وليكن بتنزل الجيم من 4 ل5 مرات، او لو ما بتعملش نشاط خالص عندك ليتل او نو اكسرسايز. بعدين كالكوليت، اول رقم هيطلع لك ده اللي احنا هنمسك فيه، ده هو سعرات ثباتك اللي على اساسها هتحدد هدفك. تاني حاجة هتاكل سعراتك دي لمدة 4 أيام، وكل يوم الصبح تصحى تعمل حمام وتوزن نفسك. لو وزنك ثابت في ال4 أيام أو في فرق بسيط، يبقى كده دي سعرات ثباتك وعلى أساسها هتبني هدفك. لكن لو لقيت وزنك زاد، هتقلل في السعرات لحد ما وزنك يبقى ثابت في ال4 أيام. ولو وزنك قل، هتزود في السعرات لحد ما يبقى وزنك ثابت. طب ازاي تحسب احتياجك من البروتين والكربوهيدرات والدهون بناء على سعراتك؟ ده اللي هنعرفه الفيديو الجاي. انا بلال ماجد، بقدم محتوى احيانا يفيدك واحيانا لا. وما تنساش ان مفيش اهم من صحتك. اشوفك الفيديو الجاي.